أنا النهاردة في رايز اب 23. وده أكبر حدث لريادة الأعمال بيقام في مصر كل سنة. ممكن الناس اللي كانت بتتابع التشانل من السنة اللي فاتت هتلاقيني برضو كنت موجود في رايز اب السنة اللي فاتت. طب ليه يا شريف بتروح رايز اب؟ لأن ببساطة رايز اب بيجمع كل رواد الأعمال اللي عندهم مشاريع جديدة أو مشاريع ناشئة أو مشاريع ممكن تكون لسه بتبدأ والفكرة لسه ما اتنفذتش، ولكن عايزين يعرفوا الفيدباك بتاع الناس عليها هيكون ازاي. فبينزلوا هنا، كل حد ممكن يبقى بيأجر بوث زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده، وبيبدأ يعرض الفكرة بتاعته، يعمل نتوركينج او يعمل شبكة علاقات كويسة تخليه يقدر يبيع الفكرة بتاعته للمستثمرين، او ممكن يبقى محتاج يرايز شوية فلوس يقدر يكبر او يخلي البيزنس بتاعه يجرو بشكل كويس. رايز اب هو موجود النهاردة في المتحف المصري الكبير، وده حاجة حلوة قوي لان السنة اللي فاتت كان موجود في الاهرامات. فانا اللي عجبني في الموضوع ان هم بيحاولوا يربطوا رواد الاعمال المصريين بالثقافه والحضاره المصريه، بما ان كمان ان المتحف المصري الكبير لسه مقفول لغايه النهارده، لسه مش مفتوح للعامه انه تقدر تخش وتتفرج عليه. ففرصه كويسه قوي انك تتفرج على جمال المتحف المصري. هنروح نشوف كمان في رايز اب شويه توكس، شويه مستثمرين عملوها قبلك، تعرف منهم ازاي تقدر تبدا رحلتك في رياده الاعمال. لو انت مهتم بحاجه زي كده استنى لغايه اخر الفلوج عشان تتفرج ايه اللي بيتعمل في رايز اب، والحقوا السنه الجايه. يلا بينا. اوكي، بما ان انا راجل فنان وبحب الفن، فانا لقيت الحاجه اللي انا مش عارفها لغايه دلوقتي اهيت، بس ممكن نعرفها مع بعضينا. فن نحت مصر معاصر. جامد جدا. طب ما احنا ممكن تقول لي بقى. طيب احنا مافريكس شغلها كله معتمد على الريسايكل، بنعمل اعاده تدوير للمخلفات الصلبه زي الحاجات دي كلها معموله من خرده العربيات. جامد. بنحولها لاعمال فنيه ووحدات اضاءه وفرنتشر. جامد جدا. بصوا يعني انا عاجبني قوي بجد الفينش كمان. يعني الفينش احنا كنا مفتقدينه في مصر جدا بصراحه. الحاجه طالعه تحفه. اوه جامد. تبقى فين عندنا؟ احنا بنصنع ونبيع. جامد. احنا اول شركه مصريه مهتمه بالبيئه واعاده تدوير بطريقه فنيه، بنحول الخرده لاعمال فنيه نقدر نستخدمها تاني في بيوتنا. تعالوا نشوف حد تاني في منصه اسمها كلاكس ادز. ممكن تدوني بريف كده عن الكلاكس ادز؟ ازاي بقى الاعلان بيشتغل؟ بيطلع ازاي بقى؟ دلوقتي السواق راكب العربيه بتاعته ويوصل الموبايل بالعربيه عن طريق الاي او اكس او البلوتوث، كويس، وبس شغل الابلكيشن بتاع كلاكس ادز وهو في الطريق بتاعه. حلو كويس. وانت كمعلن بتعلن معايا مثلا في مصر الجديده زي ما امير قال لك، احنا بنشتغل لوكيشن بيز. مجرد ما اللوكيشنز العربيه او اي عربيه فيها كلاكس ادز بيوصل للمكان اللي المعلن ده بيعلن فيه، اي محتوى بيبقى شغال في العربيه، اذا كان مشغل بقى راديو، مشغل ابلكيشن انغامي، ساوند كلاود، يوتيوب، اي حاجه هو مشغلها بتتوقف وبتذاع الاعلان بتاعك بشكل فويس اوفر من 30 ل 45 ثانيه، وبعدين بيرجع المحتوى اللي كان شغال يشتغل تاني. زي ما انتم شايفين الافكار مختلفه خالص، والافكار بره الصندوق دايما، وهتتعرفوا على ناس هنا كتير. يعني انت تخش على اي حد تكلمه تقول له اشرح لي الفكره بتاعتك او بريزنت الفكره بتاعتك، هو هيشرح لك جدا، لان هو من مصلحته ان هو يوصل الفكره بتاعته يخليها منتشره، وفي نفس الوقت انت كمان هيبقى معاك كونتاكت من الناس ديت. مين عالم ممكن في يوم من الايام تبقى انت هتحتاجه او تحتاج الحاجه ديت، او حتى ما تحتاجوش يا سيدي، الفكره بتاعته تنسباير حاجه فيك تخليك تعمل فكره جديده وتديك امل كده ان فعلا الموضوع ده تقدر تعمله. كمان انت ممكن تخش على اي حد تقول له البيزنس موديل بتاعك بيشتغل ازاي، انت اشتغلت الموضوع ده ازاي، بداته ازاي، عملته ازاي، انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، فهو هيبقى بيدي لك هاند كده انه عملها ازاي. بصوا بقى، في دلوقتي موبايل ابلكيشن او ابلكيشن عامه ليه علاقه بالكونكشن ما بيننا وما بين بعضينا، زي زوم كده، بس ده مصري. فخلينا نسال بقى الابلكيشن ده بيعمل ايه. طيب احنا ابلكيشن عربي مصري. اوكي. مينلي بنعمل ميتينجز اونلاين. اوكي. عندنا تو بلاتفورمز، في كلاس روم ودي ميت. دي كلاس روم بنستخدمها اكتر لو احنا بنعمل برزنتيشنز، بندي تريننجز، او بنشتغل مع اي educational institute، لان احنا عندنا برزنتنج تولز كتير قوي.
وفي ميت هو اكتر فور كاجوال ميتينجز عشان هو اوديو فيديو كونفرنس. جامد جدا. طيب السؤال اللي دايما كل الناس هتبقى بتساله لك، هل الابلكيشن دلوقتي ببلاش ولا بسبسكريبشن؟ الاثنين. جامد جدا. طب انا دلوقتي لو انا هريبليس بزوم، انا بشتغل بزوم، فحتى قبل ما نسجل مع بعض انا قلت لك لو جامد انا هريبليس بالمنتج المصري. اوكي. انا دلوقتي لو هاخده فري المفروض هيبقى بيديني ايه الفانكشنز، ولو هاخده بسبسكريبشن هيفرق معايا في ايه؟ طيب لو هتاخده فري زوم الميتنج 40 minutes، انا عندي 2 hours. جامد. بدي لك سبورت بالعربي وسبورت بتوعي ايجنتس، مش ايميلز وكده، فده حاجه مش عند زوم. جامد. عندي على فيميت الريكورد متاح في الفري باكج، زوم لا. جامد. لو هتاخد بقى سبسكريبشنز هتفتح لك فيتشرز اكتر زي الريكورد على في كلاس روم، زي اللايبرري لو انت عايز تسيف عليها فايلز انت تستخدمها كل ميتنج اند سو اون، فدي حاجات عندي في البريميوم باكجز. بس انت تقدر تمانج عادي جدا على الفري باكج، وهتلاقي كل الفيتشرز البيزك اللي انت محتاجها تستخدمها. جامد جدا. هم عندهم 120 دقيقه يا جماعه، ده زوم بقى بيقطع عليا في 25 دقيقه دلوقتي. بلس ان كمان في البريميوم باكجز انا عندي باللوكال كرنسي، انت بتدفع بالمصري، زوم بتدفع بالدولار، فانا اسعاري اقل من 50%. بصوا يا شباب، انا عرفت اجيب لكم برومو كود من في كونكت ان انتوا تقدروا تستخدموه لغايه 30 مارس. ركز معايا بقى عشان في كلام عظمه. برومو كود اللي هو في رايز اب 23 ده فاليد لحد 30 مارس تستخدموه. وانس ان انتوا استخدمتوه هيفتح لكم شهر فور فري ل 10 بزنس رومز، دي اعلى باكج عندنا. جامد جدا. واحنا ان شاء الله هنبدل بقى الزوم بتاعنا في الاستشارات بتاعتنا بفي كونكت ونشوف الفيدباك هيبقى عامل ازاي. طيب بما ان انا بحب الزراعه جدا ولقيت حاجه اسمها حراز، اوكي، فانا عايز اعرف حراز بيعمل ايه؟ الفكره كلها ان احنا بنحاول نخلق فرص متساويه للبي تو بي والبي تو سي ان هم يدخلوا الماركت. مش عشان ازرع في البيت عندي يبقى انا محتاجه اجيب كميات قد كده. لا، انا بوفر لك السبلايز وكل الحاجات اللي انت محتاجها بكميات قليله بفير برايسز، علشان تقدر تدخل الماركت وتبتدي تزرع جوه البيت. فانت ممكن تزرع اندور في المطبخ في الصاله. بالعكس في وقت في الاول بالعكس بنغطيها اصلا، فبتبقى محتاجه ظل في الاول. اول يومين اول 3 ايام بتكون محتاجه دار. ودول بيتاكلوا؟ طبعا. دي ولا دي في الاخر هتكبر تبقى شجره وبعد كده ممكن تدوق بقى معانا. طيب بصوا يا جماعه، انا اول مره ده بنجر. بنجر. طيب بصوا شكله عامل ازاي. نوع من انواع الكيل. طعمه حلو قوي. ده عباره عن ايه؟ ده نوع من انواع الكيل اللي هو بيبقى نوع من انواع الكرومب. ده نوع من انواع الكرومب، بس يعني هو لقيتني قلت لك كرومب عشان كنت عايز مش شكله كرومب قوي يعني، بس نشوف. كمان المايكرو جرين عندنا حوالي 27 نوع، جزر، ريحان، شبت، بقدونس، ف27. طعمه جامد قوي يا جماعه على فكره. طعمه عامل زي الكرومب فعلا، الكرومبايه. بعيدا عن الطعم بقى ان ده كمان في فايده 10 اضعاف اللي موجوده في الكرومب الكبير، يعني 10 جرام من الفايده اللي موجوده في الكرومب زي ده في 10 اضعاف اللي موجوده في الكرومب الكبير. انتوا عارفين الجامد في الموضوع ايه؟ الجامد انك بتاكل من زراعه ايدك. فانت مثلا النهارده انت اللي زارع دي، فانت عارف ان دي 100% واخده ميه منين، وكمان انت زارعها بعمرها قد ايه، والفوائد اللي فيها هتبقى اورجانيك 100%. فدي حاجه جامده جدا. لا حراز انا حبيته. يلا بينا نشوف حد تاني. يلا. انا دلوقتي في بارتيشن بقى جامد قوي، حاجه انا بحبها اصلا. خلي بالكم انا ما بسجلش غير مع الناس اللي انا بحب الحاجه بتاعتهم. فبصوا يا جماعه، ده دوموس ستوديو. دوموس هو اصلا صناعه مصريه صح؟ انت اللي بتعمل ده ولا عندك مصنع؟ لا انا بشتغل كل حاجه بالهاند ميد. بتصنع اوت سورس. جامد. احنا بنعيد استخدام بقى الحاجات اللي هي اثرها ان هي مثلا كانت هتبقى فحت عند الراجل بتاع الفحم، خدت منه الشجره دي شكرا جدا لحد هنا انت قطعتها وبوظت الدنيا، انا هعرف اطلعها ماستر بيس تكون حاجه ليها قيمه تتباع، فبتطلع بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. جامد جدا. الفكره في الموضوع انه يونيك، فيري يونيك. انت بتاخد حاجه ماستر بيس، هي بتبقى معموله ليك يعني حرفيا. كل واحده من دي ليها نقشه خشب مختلفه عن اختها، فانت مستحيل هتلاقي كوبايتين شبه بعض حتى لو خدت نفس الشكل. دي نفس الثمره
بس دي طالعه شكل ودي طالعه شكل تاني، بس جامده جدا يعني نفس الشجره والثمره واحده بس الديزاين بتاعها مختلف. وتشير فيها حاجات سخنه عادي طبعا، وكل بس حاجه. اهم حاجه في الخشب زي ما احنا عارفين ان احنا ما ينفعش ان احنا نسيبه فتره طويله في الميه. يعني هو طبيعي بيتغذى على الميه. الناس كانت بتسالني انت ليه بتحب رايز اب؟ هقول لكم ليه بقى بحب رايز اب. عشان بشوف فيه الناس اللي انا بقالي كتير ما شفتهاش وبحبها. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ انا كده هطلع في الفيديو الجديد؟ لازم. طب نطلع الناس دي كمان يا جماعه محمود عمر ده اقسم بالله اجمد حد في السوشيال ميديا يا عم بقى. والله اجمد حد. احنا تلاميذ الراجل ده يا جماعه. وبس كده، ده كان كل حاجه النهارده في ايفنت رايز اب 23. يا رب اكون وصلت لكم الصوره كويسه وكامله عن اللي بيحصل النهارده في رايز اب 23. رايز اب بيتعمل كل سنه زي ما قلت لكم، لازم تحضروه لكل الناس اللي ليها علاقه برياده الاعمال او نفسها يبقى عندها مشروع خاص بيها وعايزه تاخد خبره واكسبيرينس. بجد كل سنه انا بحس ان انا بيحصل لي تطور والنتورك بتاعتي بتكبر وبيبقى عندي عيله جديده باخدها معايا من رايز اب. اتمنى يكون الفلوج مفيد ليكم. اشوفكم السنه الجايه في رايز اب 24 على الف خير. السلام عليكم.